يواصل الجيش السوري عملياته في ريف حلب الشمالي بعد هذا التقدم والسيطرة على قرى دوير الزيتون، تل جبين وحردة نين. الجيش السوري بات يحكم كماشته حول مسلحي قرية رتيان، هذه القرية التي يتحصن بها المجموعات المسلحة منذ أكثر من عام. المسلحين باتوا بين فكي كماشة، نيران الصواريخ والمدفعية تساندها نيران سلاح الجو السوري الروسي مستهدفة تجمعاتهم وتحصيناتهم في هذه القرية. نعم كما تفضلت، هناك بات الجيش يبعد حوالي 3 كيلومترات عن قرية نبل والزهراء، قريتي نبل والزهراء المحاصرتين. بقي أمامه عقدة واحدة هي قرية معرس الخان، وكما يصفها القادة الميدانيون بأنها ليست بالشيء الصعب، ليست بعقدة صعبة، فهي ممكنة أمام الجيش السوري، من الممكن التقدم إليها اليوم أو غدا بحسب الخطة العسكرية التي رسمتها غرفة العمليات العسكرية. الآن أوصال المجموعات المسلحة متقطعة في ريف حلب الشمالي، طريق أحرس مسقان، طريق عنادان حريتان ماير بيانون مقطوع ومرصود بنيران الجيش السوري. لا تستطيع أي آلية تابعة للمسلحين في التحرك في هذه المناطق. نداءات استغاثة تطلقها المجموعات المسلحة لصد زوبعة الجيش العربي السوري التي تتقدم بالإضافة إلى جانب حلفائه في ريف حلب الشمالي. هذا هو الوضع حاليا في الريف الشمالي.